بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندرية. النهاردة الجولة بتاعتنا على كورنيش لوران. بدأنا الجولة من محطة ترام لوران، شارع شعراوي، وهنمشوا بيكوا بقى للبحر. احنا دلوقتي بالفعل على البحر، بنصوروا لكم كده الاجواء رايح وجاي كده. وشايفين الشتاء في اسكندرية اليومين دول جامد جدا جدا جدا. اللي فات فات فات، واللي جاي الله اعلم بيه. بس اللي جاي طبعا يعني زي ما نوهت قبل كده ان في شتاء جامد جدا الفترة اللي جاية، فربنا يسترها. طول الوقت رعد وبرق وشتاء ما بيفصلش خالص، فالله المستعان. غير السقعة طبعا الجامدة جدا جدا. احنا دلوقتي في منطقة لوران، من اجمل المناطق العالية جدا جدا، الراقية جدا، الغالية قوي 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 في اسكندرية هي منطقة لوران. من المناطق يعني من المناطق العالية. في مناطق تانية برضو عالية، بس لوران ده حاجة في حتة تانية يعني. هنروح الكورنيش دلوقتي، بس طبعا قابلنا بقى الكلبوم الصغير ده، او مش صغير يعني، الكلبوم اللي انتوا شايفينه ده كان بيشرب كده. اكتر حاجة بتفرحني الحاجات المية اللي محطوطة في الارض دي بصراحة بجد. يعني لما بشوف حاجة زي كده والله العظيم بدعي للي عاملها. لما يعني لان فعلا الحيوانات الكلاب اللي هي بتبقى بتاعت الشوارع ديت بتشرب منها، والقطط. فيعني ربنا يبارك للي بيعمل حاجة زي دي. يبقى في حاجات كده فخار حاطينها في الارض وحفرين لها وعاملينها باسمنت، يعني لازقه، يعني مش محدش بيحركها كده ولا كده. وبيبقوا حاطين فيها اكل وميه عشان خاطر الحيوانات تاكل. وصلنا لغايه كورنيش لوران علشان خاطر نشوفوا التوسعه اللي عاملينها في البحر. وصلوا لغايه ايه؟ زي ما انتوا شايفين الفيديو طبعا حديث، ما فيش، مش شايفين يعني. يعني انا مش شايفه اي تغيرات هنا. فالله أعلم بقى، يمكن يعني الظروف الجوية هي اللي مخلياهم. يعني هي الظروف الجوية صراحة يا جماعة صعبة، والشتاء اللي ما بيفصلش، فممكن الظروف الجوية هي اللي مخلياهم مفيش، يعني مش باين حاجة هنا يعني. في شواطئ تانية بدأ يظهر فيها التوسعة اللي هم عاملينها. طبعا التوسعة بتاعت الكورنيش هم بيردموا البحر. احنا طبعا انا قايله الكلام ده قبل كده في الفيديوهات السابقة، بس لازم انا اقوله هنا للناس اللي بتسمع لاول مرة وما عندهاش فكرة عن توسعة كورنيش اسكندرية. هم بيعملوا توسعة في الكورنيش على في حدود 14 شاطئ. في حدود 14 شاطئ. الشواطئ دي مقفولة، قافلينها من بعد ما خلص الصيف اللي فات اللي هو 2023. وبدأوا يعملوا توسعة. طب التوسعة عبارة عن ايه؟ التوسعة بيردموا البحر وهيوسعوا الكورنيش. يعني الطريق اللي بيعدي منه العربيات بدل مثلا ما هو 4 حارات هيخلوه 5 حارات. فهمتوا كده؟ هو ده الشغل اللي هم بيعملوه في البحر يعني. هيردموا من البحر وهيوسعوا لنا الكورنيش شوية. ده طبعا مش هيأثر في الشواطئ ولا اي حاجة خالص. الناس اللي بتقول ده في شواطئ هتتلغي وهيضيقوا الشواطئ، مفيش. يعني الكلام اللي المحافظ كان قايله قبل كده، مفيش اي تغيير في الشواطئ ومفيش شواطئ هتتلغي. هو الشواطئ اللي انتم متعودين عليها هي يعني هتلاقوها ان شاء الله على الصيف يعني. بس الشغل ده هيخلص الصيف ده. الله اعلم بقى هيخلص يعني. يعني بيقولوا الشغل ده هياخد في حدود 14 شهر. 14 شهر عمل. فعلى ما يعني فطبيعي المفروض انه مش هيلحقوا طبعا يخلصوه على الصيف ده خالص طبعا. الأجواء زي ما انتوا شايفينها كده من على كورنيش لوران. لو وصلتوا لغاية هنا وبتشوفونا لأول مرة ومش مشتركين في القناة، يا ريت يا ريت تشرفونا باشتراككم وبانضمامكم للقناة وفعلوا زر الجرس على وضع الكل، علشان كل فيديو ننزلوه يجيلكوا إشعار بيه. وحطوا لنا لايك على الفيديو واكتبوا لنا رأيكم كده وتعليقاتكم الجميلة في التعليقات. شايفين المية عاملة ازاي؟ على قد ما منظر المية حلو، على قد ما منظر المية مخيف. يعني كان في حد، يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب. كان في لسه شاب من فاكتوريا هنا في اسكندرية. الشاب ده غرق في لوران برضو.
ولقوه بعد 4 أو 5 أيام، على ما أعتقد 5 أيام يعني، ولقوه أصلًا مش في لوران، لقوه في سيدي بشر، لقوه طالع على شاطئ سيدي بشر بعد 5 أيام أو 6 أيام كمان. على فكرة ودلوقتي أنتم لو بتاخدوا بالكم بقى وتركزوا كده الدنيا بتشتي، يعني أثناء التصوير الدنيا أصلًا كانت بتشتي، بس مش واضح أوي في التصوير، بس أنتم لو ركزتوا هتلاقوا في شتا بينزل. عايزة أنوّه عن الناس اللي لسه ما شافتش، أنوّه عن حاجة، أنوّه عن قناتي الصغيّرة، الناس اللي لسه ما شافتش بقى وحبايبنا اللي لسه ما شافوش القناة الصغيّرة بتاعتي، هاسيب لكم اللينك بتاعها في أول تعليق مثبت، شوفوها، وعليها برضه نفس المحتوى، بس طبعًا فيديوهات مختلفة خالص طبعًا، الفيديوهات اللي هنا غير الفيديوهات اللي هناك، بس هو نفس المحتوى يعني. طبعًا هنا هنا الخشب بقى هم عاملين بادئين بقى، هم بيعملوا في البنية التحتية دلوقتي بتاعة الشاطئ، الحاجات المبدئية كده، شغالين، بس زي ما قلت لكم الأحوال الجوية مش مساعدة أي حد على إنه يشوف شغله على أكمل وجه يعني، لأن طبعًا الشتا كل شوية، الشتا يا جماعة ليل ونهار ما بيفصلش، وغير السقعة يعني. بس أنا بالنسبة للسقعة يعني على فكرة الناس اللي بتبقى قاعدة في البيوت بتبقى سقعانة أكتر من اللي في الشارع، أي نعم الشارع ساقع وكل حاجة، بس مجرد ما بنلبسه وبننزل ونتمشى والكلام ده كله خلاص جسمنا بيبقى دافي، فالسقعة ديّة ما بيحسوهاش غير للناس اللي قاعدة في البيوت بس، لكن اللي في الشارع ما بيحسوش بسقعة. بس هو الشتا بقى هو اللي بيعوق حركة أي حد. هما بقى بيفضلوا بقى هيردموا بقى البحر، تمام، بيحطوا بقى الصخر اللي انتوا شايفينه ده كده ويبقى ده يعني ده الردم بقى، وبيظبطوا بقى المنظر النهائي ان شاء الله بقى، يعني لما يخلصوا كده هنصوره لكم، وحتى يعني باستمرار ان شاء الله هنوفيكم بكل جديد عن التوسعة بتاعة كورنيش اسكندرية. الشغل ده يا جماعة شغال من عند المنظرة، بداية من المنظرة، يعني هو يعني المحافظ كان يقول من المنظرة لغاية السرايا، بس احنا في لوران بعد السرايا وفي شغل فيه. هنا خلاص كده احنا يعتبر خلصنا جولتنا بقى في الشغل اللي بتاع توسعة الكورنيش، تمام، ونصور لكم برضو الاجواء. هنا بقى المنظر كده من على كورنيش لوران، في كراسي محطوطة على البحر كده الناس اللي حابة تقعد. هنا العمارات هنا بسم الله ما شاء الله، هنا كل شقة بمبلغ وقدره، 5 مليون 6 مليون، طبعا لوران يا جماعة لوران. العربيات اللي رايحة دي كلها رايحة للمنشية. هنا بقى المنظر ده بسم الله ما شاء الله كده حاجة كده يعني، القطة والكلب، طول عمري اعرف ان القطط والكلاب اعداء، هنا بسم الله ما شاء الله القطة قاعدة والكلب هص هص، ما لهمش غير بعض في الشارع يعني، ربنا يهديهم. كنت زمان اشوف اول ما الكلب يشوف القطة يبص يرعبها، هنا القطة وسط الكلاب مفيش اي مشكلة. هنا بقى الناس بتعدي، الاشارة قافلة بقى، والناس الاشارة حمراء يعني، والعربيات واقفة والناس بقى بتعدي هنا. عربيات رايحة الناحية التانية دي جاية من المنشية بقى ورايحة المنظرة بقى، او جاية من بحري ورايحة المنظرة، والناحية اللي هي قريبة منكم ديت اللي الكاميرا متجهة عليها دي رايحة المنشية، جاية من المنظرة رايحة المنشية، والناحية التانية العكس يا جماعة. كده الفيديو بتاعنا وجولتنا النهاردة خلصت، يا رب تكون الجولة عجبتكم. كورنيش لوران اسكندرية، التصوير ده من لوران، كورنيش لوران. انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.